بنساء ورجال التعليم. مرحبا برؤساء المؤسسات الذين شرفونا. مرحبا بالهيئات النقابية بالعيون. مرحبا برئيس جمعية متقاعدي العيون وكل متقاعدي مدينة العيون الشرقية. مرحبا بوسائل الإعلام المحلية الإلكترونية. مرحبا بالضيوف الكرام الذين جاءوا من مدن عدة من مدينة جرادة. نرحب بالأخ صالحي محمد من مدينة تاوريت، بالكاتب الإقليمي يحيى أدخيس، ومن مدينة وجدة نجيم البشير. أيها الحضور الكريم، تأتي هذه المحطة النضالية في إطار تكريم بعض الأساتذة الكونفدراليين المحالين على التقاعد خلال موسمي 2014-2015 و 2015-2016، عرفانا وإقرارا بما أسدوه من أعمال وخدمات جليلة لفائدة الناشئة المحلية بشكل خاص والمدرسة العمومية بشكل عام. يتعلق الأمر بالإخوة السبايبي عبد القادر، أستاذ علوم الحياة والأرض بإعدادية التدريس الأول، الأخ طويل حمد ملحق تربوي بإعدادية الكندي، الأخ بوقدير محمد ملحق تربوي بثانوية الخوارزمي التأهيلية، وبالأخ منصور أحمد أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة النخيل. رجال سلكوا طرقا وعرة لا لشيء إلا لأنهم اختاروا الانخراط في تنشئة الأجيال وتربيتها على أحسن وأكمل وجه بشكل يؤهل قدراتها وملكاتها ومواهبها إلى مستوى تطلعاتها وانتظاراتها. لقد كانوا فعلا بمثابة شموع فضلت أن تحترق بصمت لتنير وتستنير كل ما حولها وتزيل العتم والأمي عن كل الأماكن التي تطأها وتصل إليها، رغم كل الصعاب والإكراهات المعقدة التي كانت تواجههم وتعترضهم، والتي ارتبطت أساسا بمجالهم المهني وكذا بالمجال الاجتماعي والسياسي والثقافي. ومع ذلك كله فقد كانت لهم كل القدرة والإرادة والعزيمة لتخطيها، حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحهم وحقوقهم، سعيا منهم دوما لتجسيد فكرة الصالح العام والمبادئ التي تبنوها عن حرية وقناعة، والتي كانت بالنسبة إليهم النهج القويم الموصل حتما إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هكذا كانوا منكرين لذواتهم ومتفانين في أداء واجبهم، مضحين بالغالي والنفيس، مناضلين ممانعين مواكبين فعالين ومحافظين على الإرث التربوي المعرفي والنضال الكونفدرالي، ناقلين إياه بأمانة وإخلاص من جيل إلى جيل. حتى لا أطيل عليكم أجدد الاعتزاز والامتنان والشكر الجزيل لهؤلاء الشرفاء، ونتمنى أن تسعدهم هذه الالتفاتة الرمزية التي ليست إلا تعبيرا عن وقفة الذات أمام نفسها، من أجل إعادة الاعتبار لفئة قال عنها الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فمهما حاولنا أن نعوضهم عما فاتهم وعما طالهم من حيف وإجحاف، وننصفهم عبر جبر الأضرار التي لحقتهم خلال سنين طوال، فإننا لن نستطيع ذلك أبدا. وهنا بالضبط مكمن السؤال الوجودي الذي يقلق كل ذات عاشقة للحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين. عاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منظمة جماهيرية تقدمية مستقلة. وشكرا.